يا ترى مقاسات الافلام بتفرق فعلا في جوده الصوره؟ طبعا بتفرق. فمثلا في بدايه الصناعه كانوا بيستخدموا ال 8 مللي، وده الفيلم النيجاتيف اللي كان متعارف عليه ساعتها. بداوا شويه يعملوا سكيل اب بقى 16 مللي، فبدا يشيل البكسلز او بمفهومها ساعتها بقى يشيل داتا اكتر على الفيلم. وبعد كده بقى 35 مللي المتعارف باسم الفول فريم، فاصبح بيشيل داتا اكتر ومعلومات اكتر عن الصوره، سواء كان في النيجاتيف او السنسورات الديجيتال. ومؤخرا الاي ماكس 70 مللي. طبعا حد يقول ايه 8 وايه 16 وايه 35 و70، الارقام دي بترمز ليه او بتعبر عن ايه؟ المتعارف عليه ان الفريم بتاع الفيلم مستطيل، وبيكون بين كل ركن والتاني وتر. فلما حد يقول لك مقاس الفريم بتاعنا 35 مللي، ده معناه ان مسافه الوتر بين زاويه واللي قدامها 35 ملم. وكل ما الدايمتر ده زاد، ده معناه ان الفريم بتاعي هيشوف تفاصيل اكتر وهيتسجل عليه داتا اكتر، سواء كانت الكاميرا 8 مللي او ميديوم فورمات او اي ماكس. طبعا الموضوع اكبر واقعد من كده بكتير، بس حاولت على قد ما اقدر ابسطه لك.